هو الفكرة لو انا مش مأمنة له انا ازاي هتجوزه؟ يعني انا لو مش مأمنة للشخص ده ان انا احكي له تفاصيل عن حياتي الشخصية، تفاصيل عن، مش هقول يعني عن اهلي، مش هحكي له اسرار اهلي، بس لو حصل خلاف مثلا بيني وبين امي مثلا هقول مثلا لو حسيت ان انا محتاجة اتكلم. آم، المفروض الشخص اللي انا هتجوزه ده اكون انا مأمنة له. فعلى اي اساس بيتقال اللي هو لا ما تحكيش كل حاجة لجوزك، ما تحكيش كل حاجة مش عارفة ايه عشان بكرة يعايرك بيها وبكرة مش عارفة ايه. لو انا يطلع مني الكلام ده، لو انا يطلع مني ان انا اكون مع شخص وانا يعني افضح اسراره او اتكلم عنه او حتى احكم عليه، ممكن هو يطلع منه كده. فانا شايفه المفروض الشخص اللي انا هرتبط بيه ده وهتجوزه انا اكون مأمنه له 180%، يعني 500 الف في المليون يعني ده نصهم كده، حاجه حاجه وحشه، ما علينا. بس انا شايفه ان الشخص اللي انت لازم تتجوزيه لو انت مش مأمنه له انك يحصل لك ايه معاه وانتي مأمنه له، ما تتجوزوش. لو عندك شك 1% ان هو ممكن يعايرك ما تتجوزوش. لو عندك شك 1% ان هو ممكن يفكرك بغلطاتك وزلاتك ما تتجوزوش. والحاجات دي بتحصل على اختبارات سنين سنين. انا بعرف الشخص ده. فانا الصراحه ضد جدا حوار او ممكن هم الستات دول اتجوزوا اشخاص هم مش عارفينهم كفايه، فعشان كده طلع منهم الجو ده، طلع منهم قله الادب والاهانه دي. عشان كده هما بيقولوا بيحذروا البنات. بس انا شايفه لو انت فعلا تعرفي الشخص ده كويس ومأمناله فهو صاحبك قبل ما يكون جوزك. بس كده.